قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده لازم النهارده نتكلم عن يعني كان اسبوع حزين في الحقيقه، عدد من الراحلين الاعزاء اللي يعني ليهم اسم كبير جدا في عالم الرياضه وتركوا بصمه كبيره، فلازم النهارده يكون بيقدم واجب عزاء لهؤلاء، على راسهم طبعا الاستاذ حسين البشبيشي يعني، ورحيله في توقيت مهم جدا. صحيح، انا لسه جاي من العزاء دلوقتي، يعني عايز اقول لك سواء الجنازه امبارح كانت او النهارده تقريبا كل الرياضيين كانوا موجودين، لان هو شخصيه جميله جدا نعرفه كويس طبعا، اخ عزيز وصديق من الشخصيات الجميله جدا، انسان مهذب، كان له دور في الوسط الرياضي وفي كره السله بالتحديد، وكان عضو مجلس اداره اتحاد كره السله، ومن الناس الجمال جدا جدا اصحاب الاراء والفكر والرؤيه رحمه الله. يعني احنا افتقدنا شخصيه جميله جدا جدا في الوسط الرياضي، وتركت بصمه كبيره صحيح على مستوى كره السله وعلى مستوى عالم الرياضه، والحب اللي تركه يعني شفتوا قد ايه الناس كلها كانت في حاله حزن على رحيله، وهو ترك اثر طيب يعني للاسره. خالص العزاء والسلوان، وان شاء الله كده يعني الفتره القادمه تكون فتره استقرار لكره السله المصريه مع رحيل الكوادر يعني اللي احنا بنشوفها العظماء زي الكابتن حسين البشبيشي. اكيد ان شاء الله كده يكون عندنا كوادر اخرى للمستقبل تكون قادره على صناعه الفارق. عندنا برضو خبر حزين اخر، وزي ما قلت هو اسبوع الاحزان، رحيل الكابتن خالد كامل او الاستاذ خالد كامل، واحد من الناس اللي يعني اسم كبير جدا في عالم من الحاجات الاعلام اللي الرياضي. الواحد اتاثر بيها. طبعا خالد من الشخصيات الجميله جدا جدا، استاذ صحفي قدير، راجل اعلامي ومعلق، واشتغل كمان في لجنه المسابقات، من الناس المحترمه جدا جدا، وكان صديق واخ عزيز. ويمكن لسه كنت بفكرك قبل الهوا اللي احنا انك قابلته في نادي سموحه بالظبط لما في افتتاح المركز الاعلامي كان موجود، والراجل رغم انه كان تعبان اصر انه يجي ويشارك ويحضر، وكان ليه اراء مثمره في الحقيقه جدا جدا يعني كان كلامه يعني مؤثر مهما اقول لك انا كنت بحبه قد ايه، شخصيه جميله جدا. وبرضه ده من الناس اللي انا حزنت عليها جدا وخسرناه وافتقدناه في الوسط الصحفي والاعلامي والرياضي وفي مجال كره القدم. في الحقيقه يعني رحم الله الاستاذ خالد كامل ولكل الاسره العزاء والسلوان.